ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. الفيديو بقى ان شاء الله هينزل النهاردة يوم الوقفة. طبعا كلنا بقى بنتجهز وكل واحد مننا جايب حاجات جديدة والسبلاشات والبرفيوم والبيجامات وكل الحاجات دي. فهوريكم بقى احنا النهاردة كنا جايبين ايه. يعني احنا جايبينها وقلت بقى اصورها النهاردة وانزلها لكم. اول حاجة الشامبو ده من الفيف، تحفة، احنا بنستخدمه على طول. جربنا حاجات كتير بصراحة، ولكن يعني بنرجع لده تاني. بصوا، هو للشعر شديد الجفاف، هو بيرطب. فبالنسبة لي شامبو بصراحة حلو، يعني اوقات ما بحتاجش ان انا استخدم بلسم. طبعا تكبيرات في التليفون وفي الجامع، فربنا يديم يا رب علينا الاعياد. تاني حاجة بقى، ده بالنسبة لي بصراحة حاجة جديدة. بصوا، ده شاور بريحة خمرة. هي البرفيوم ده اصلا طالع منتشر قوي، فعملوا كمان منه بقى ايه، الشاور ده. بس ريحته تحفة تحفة تحفة. بصراحة لسه مش عارفين بقى الريحة ثابتة ولا لأ، بس هو اصلا ريحته رهيبة جميلة جدا. يعني على ما اعتقد هتعجب كل الناس. بصوا جميل، وحجمه كبير كمان. بصوا قد ايه، يعني 1000 مللي، كبير جدا وهيقعد كتير، وشوية صغيرين اصلا هيرغوا. بصوا بقى، انا اصلا يعني قاعدة على الارض كده علشان اعرف اوريكم. تاني حاجة الكريم ده اصلا يعني الماركة دي معروفة جدا في الكريم، في الشامبو، في البلسم. يعني ما شاء الله عاملين حاجات كتير قوي. انا مش فاكرة بصراحة سعره كام، بس هو يعني بيمشي اكتر مع الشعر الكيرلي، او يعني ايه الشعر الملفوف عامة. ف انا اعتقد اول ده مرة نجيبه، هي بقى هتجربه لسه وهتقولي برضو رأيها. بس هي اصلا يعني ناس كتير قوي بتشكر فيه، عشان كده احنا جبناه. تاني حاجة بقى، المخمرية دي هي اصلا رجالي، بس ريحتها قوية وحلوة جدا جدا جدا، وثابتة بطريقة غير طبيعية. يعني وريحتها فواحة قوي، يعني مميزة وفواحة وجميلة جدا. بس ما اعتقدش للستات، هي اكتر للرجالة بصراحة. بصوا تحفة يا جماعة، ريحتها حلوة قوي. في منها اشكال كتيرة والوان، بس دي اقوى يعني اللون ده اقوى ريحة موجودة. كمان بقالي فترة كده بستخدمه، هو الملح دون جميل قوي للباديكير، بيسهل الدنيا كده وحلو بصراحة جدا. وسعره كمان مش غالي، كان ب10 او ب15 جنيه، مش اكتر من كده. بس جميل، شوية منه كده في المية السخنة وبيدوب هو، وبيسهل بقى جدا في الباديكير. بقى في منه اصلا الوان كتيرة، بس هو ده يعني بحاول افتحه. الخشن ده اللي انتوا تجيبوه، ما تجيبوش الناعم مش حلو خالص. الخشن اللي زي كده هو اللي حلو. وايه كمان الاسبلاش ده اصلا اماراتي مش مصري، بس رهيب، تحفة تحفة جدا جدا. ده انا كنت بجيبه من اول ما طلع كان ب70 جنيه، دلوقتي طبعا غلي. بس حلو قوي، وريحته كده فريش ومميزة جدا. هو بالرمان طبعا، يعني معروف، يعني مفيش حد مش عارفه. هو فعلا حلو قوي وثابت جدا، يعني مفيش حد اعترض عليه من الريحة وكثبات. حلو جدا. هو 250 ملي بس تحفة. انا مش فاكرة العلبة الكاملية، بس هو جميل جدا. قعد فترة كده ما ينزلش، وبعد كده نزل تاني. بس حلوة قوي 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 بجد، ريحته فريش وجميلة جدا. ريحة نظافة كده، مش ريحة برفيوم بقى تخلي الناس تجزع، لأ، ريحته نظافة وفريش جدا. كمان شوف بقى، برضو دي فرشة سنان، كنت محتاجة فرشة ونزلت جبتها امبارح، اللي هو كان قبل الوقفة بيوم. وكمان الديودرنت ده
ده برضو حلو، النوع اللي هو الغطا بتاعه نبيتي او احمر ده انا اول مره اجربه، بس انا اصلا يعني على طول بجيبه. هو نوع تاني بس النوع التاني ما كانش موجود فانا جبت ده، بس هو حلو جدا جميل وريحته جميله وبيقعد كتير. وكمان الطبق بقى، بصوا التوكه دي جميله جميله جميله، هي تايجر كده، هي واحدة بكليبس يعني، دي كليبس ودي توكة عادي بتتربط للشعر يعني اهي، حلوة قوي. دي كان سعرها 35 جنيه. كمان سنسوداين، استخدمت معجون كتير جدا، بس سنسوداين احسن حاجة، انا عشان استخدمته مرة ف رميت العلبة يعني. كمان حلق ده تحفة تحفة تحفة، هو اول حلق ده زيتي وابيض والاحمر، بس جميل جدا جدا جدا، حلو قوي، وبرضو كان سعره برضو مش غالي. ده زيتي، اول لون ده زيتي. وكمان البرسل دي تحفة، انا كان نفسي في حاجة تكون عريضة كده شوية، في اعرض من كده، هي طالعة ترند قوي، بس الشكل ده حسيته جديد كده، مع بصوا كده باينة اكتر في الكاميرا، تحفة، تبقى حلوة قوي في اللبس. في اعرض من كده بقى، واشكال ورود وزي بتاعت الشجرة كده، اللي العرف بتاع الشجر اللي هي الورق، فجميلة قوي. كمان بقى نجيب برضه الشنطة دي، نشوف هي السلسلة وقعت، دي بقى كيوت قوي 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 قوي، يعني انا عايزة ابينها، هي برضو مش باينة قوي، بس هي لذيذة قوي في الحقيقة، مش عارفة اصورها كويس قوي، بس حلوة قوي ورقيقة كده خالص. بصوا هي عاملة زي القلوب كده، وده اللي هي الخرز اللي بيلمع ده. كمان البندانات دي احنا بنحب قوي نلبسها في البيت، حلوة قوي يعني جميلة جدا. في بقى منها كان اشكال كتير، بس ده كان احسن لون. وكمان الطاق اللي هي العادية دي، عشان الإضاءة ساعات بتغمق كده، بس انا بحاول افتحها شوية. كمان دي بقى طالعة ترندي جدا جدا جدا، هي كليبس، اكتشفت ان هي كليبس، ما كنتش عارفة ان هي كليبس غير لما شفتها بقى في الحقيقة. بصوا تحفة بجد، حلوة قوي، هي كده يعني، هي نازلة كده بالفيونكتين، شكلها برضو جميل جدا، ما كانش فيها منها بقى الوان. كمان الحلقان دي، ده برضو الحلقان اللي زي كده بتبقى سعرها قليل يعني، ما بيكونش غالية، وبتبقى حلوة قوي يعني، ممكن مثلا نجيب كذا شكل ونعينهم، بتبقى حلوين جدا. اوريكم بقى في حاجة بجد حلوة جدا، هوريها لكم، بس نشوف بس الحلقان الاول. دي بقى زي الاولانية، بس صغيرة، بصوا يعني زي دي بس صغيرة، جميلة برضه، شكلها حلو جدا. كمان البرسل دي اللي هما الاتنين مع بعض، اللي هو عامل زي المسمار، والتانية بقى اللي هي كان اول ما نزلت ترند خالص، هي دي. وكمان المسكرة دي برضو حلوة قوي، بتاع ايسنز اللي هي الخضرة، بتدي كثافة وبتدي تقل كده للرموش وطول، فبتبقى حلوة قوي 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 مع ميك اب بقى كده كامل، او حتى لوحدها بتبقى رهيبة، كأن الواحد مركب رموش فعلا،
حلوة جدا. كمان بقى درجة الروج دي رهيبة، هو ليب جلوس كده بس بلون، بس درجته تحفة جدا، حلوة قوي 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 اهو. درجته جميلة جدا، حلوة قوي. البنيات او البنيات الفاتحة دي طالعة ترند برضو وشكلها حلوة جدا، تبقى جميلة قوي. دولا كده كان في الاكسسوارات والميك اب والحاجات دي. تعالوا بقى ندخل على اخر حاجة، هو السليبر ده. بصوا شيك ازاي، ده مش للبيت بس، هو اصلا خروج يعني، على دريس بقى، على سكيرت، على بنطلون كده واسع او سكيني، تحفة حلو قوي. كان في منه الاسود وكان في منه الابيض، بس الاوف وايت او البيج ده كان احلى حاجة. وجميل جدا، وهو انا بحب الحاجات اللي كده بكعب، هو بناتي قوي وكمان ينفع امهات، بس شكله حلو جدا وشيك، والستايل ده اصلا طالع جديد. بس كده، فدي بقى كده برضو حاجاتنا اللي احنا جبناها. وكل سنة بقى وانتم طيبين، ويا رب دايما بخير، وربنا ما يقطعها عاد علينا، ونفضل نجيب كده في حاجات وندلع نفسنا، ودي اهم حاجة.